السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير في احسن صحة وفي احسن حال. انتهى من شوية ماتش الاهلي وصن داونز. انتهى بالتعادل الايجابي 2-2 في ملعب السلام بمدينة القاهرة. اداء مارسيل كولر، انا مبدئيا كده الراجل ده يا جماعة بره التقييم. الراجل ده النهارده عمل كل اللي عليه. الراجل ده معهوش لعيبة رجالة في الملعب، معهوش لعيبة عندها حمى، معهوش لعيبة عايزة تعمل حاجة. كل واحد عايز يشتغل سيلفي مع نفسه، وكل واحد حاسس بنفسه وبقيمته، وهو في الاخر ولا شيء. النهارده لعب بالتشكيل اللي كان لو سألت أي حد تلعب بمين كان هيقول لك نفس التشكيل، باستثناء بيرستاو مكان محمود كهربا. بس كل اللي هتيجي تكلم حد هيقول حط نفس التشكيل. بقى انا او بالنسبه لي انا كنت اتمنى ان هو ما يلعبش مجدي قفشه ويلعب بالقندوسي او بيلعب بحمدي فتحي، يقفل خط الوسط اطلاقا. لان يبقى الثلاثه بتوع خط الوسط يبقى عندهم المهام الهجوميه. لان قفشه مش في مستواه ومش في الفورم، بيلعب ماتش نبدا نقول ها، مفيش ولا سرعه ولا باص ولا رؤيه لاعب خط وسط وبلاي ميكر. لعب محمد الشناوي النهارده، شابوه محمد الشناوي، لولا احنا كنا خسرنا 3-4. بجد والله العظيم الراجل حارس كويس، عمل كل اللي عليه ولا يسأل على اي هدف من الهدفين. الكره الهدف الاولاني ما الكره محطوطه من وجهه نظري يعني. نيجي للكره الهدف الاولاني، محمود متولي مرحل قوي. اللي بص على الجول من اوله، مرحل قوي في نص الملعب. ليه يا محمود يا متولي؟ ليه ساب مكانك وطالع قوي كده؟ اما الكره اتلعبت في ظهر محمد هاني، طبعا محمود متولي كان مرحل فظهره يعني اتسرق في ظهره. خلاص محمد عبد المنعم راح عشان يغطي في رجوع الاثنين التانيين. هما الاثنين للاسف برضو راح على الكوره. يعني هو محمد عبد المنعم راح يغطي، حد يروح انت بالحق يجري يروح في ظهر محمد عبد المنعم؟ لا. اما علي معلول طبعا عم راح يعمل تغطيه عكسيه، ما لحقش الكوره، حاول يجيبها بتاكلينج ما لحقش الكوره. الشناوي لا يسال عنه. على وجهه نظري خطا مركب بين علي معلول ومحمود متولي. هو الوحيد اللي محمد عبد المنعم اللي اتظلم في الهدف ده. هو مش، هو راح عادي خالص راح يقفل. هو المفروض اللي كان راجع ما يرجعش على الكوره، يرجع في ظهر محمد عبد المنعم. فحمد الشناوي بالنسبه لي كان كويس قوي. محمد هاني كان في الدي اوف بتاعه. الافه بتاعت العرضيات، ما فيش واحد بيلعب عرضيه بيبص، مفيش لاعب بيلعب عرضيه متقنه. كل عرضيات عمياني، غمض عينك وارفع. علي معلول النهارده لحد ما لحد الجون دخل فينا كان وحش. لحد ركله الجزاء اللي ضاعت كان وحش. من بعد ركله الجزاء بدأ يحس ان هو مسؤول، فأدي شويه حلوين. غير كده كان وحش. اداؤه من اقل من الماتشات المتوسطه او اقل من المتوسط شويه اللي علي معلول. قال له ديانج كان كويس مش وحش، ما هو مش وحش مش حلو قوي برده. مروان عطيه اللي بجد كان لعيب قوي النهارده، بيتحرك في كل المساحات ويسلم ويستلم وبيجري وعنده روح وبيلتحم. ده شال كوره في التاكلين، مش عارف الناس خدت بالها ولا لا. شال كوره يعني بيعزم وهيشوط انفراد او جون وش. هو الحقيقه كده بيفكرني بالتاكلينجات بتاعت حمدي فتحي. نطلع قدام. احمد عبد القادر، يا احمد عبد القادر، التارجت بتاعنا والله العظيم ان احنا نجيب الجون، نجيب الكوره نحطها في الشبكه، مش ندي الكوبري ونعدي او نقعد نرقص ونروح ونيجي. ده انت في كوره يا اخي عديت لعبت الكوره بكعبك عشان ترجع لهم تاني. هو انت بتلف دوخني يا لمونه اللي ترقصه ارجع ارقصه تاني؟ لعب ماتشين اما صدقني قلنا خلاص شكله بدأ يتظبط وهيلعب على الجون وكده، فتيجي نفس القاره تاني. الناحيه التانيه حسين الشحات اللي بجد شابوه، بيلعب في اي حته وفي اي مكان، والوحيد اللي الكره بتيجي في رجله في الاهلي حاليا تحس بخطوره وتحس انه هيعمل حاجه. الاول كان بيقعد يعمل زي ما قادر كده، يقعد يلف حوالين نفسه. دلوقتي واخد الكره بيطلع الجون عدل. وبجد شابوه النهارده، وبغض النظر على الجول اللي هو جابه اللي هو جون عالمي. يعني حته ان هو يعدي ويقطم ويرقص ويقعد يأخر ويرقص وبعد كده يحط في الدقيقه. لا لا، عالمي، حارس لاعب كبير، لاعب ما شاء الله عليه الصراحه. نتمنى ان هو يفضل مستمر في الاداء بتاعه. كابتن محمد مجدي قفشه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله العظيم الواحد تعب وقرف من محمد مجدي قفشه. يلعب ماتش حلو نبدا له هيبدا وكولر يديله عشان يقول لك ايه يعني انت تألقت فخد. ما بيقنعش اي حد خالص خالص. مفيش اي حاجه بيعملها صح في الملعب ولا تحركات. ده الكره بتيجي في رجله بيجي يعمل، يجي يجري بالكوره ما بيلحقش يجري ولا بيعرف يجري بالكوره، وبساطته كلها غلط.
ما بيعملش سكان، ما بيجريش. يا اخي ده بيرس تاو اللي هو بيلعب راس حربه لما نزل بلاي ميكر في بعد ما كهربا نزل، والله العظيم عامل حركه في نص ملعبنا رهيبه. الواد بينزل يستلم 1 2 1 2 هنا على طول. ايه يا عم، يا عم انت بلاي ميكر ازاي يا عم؟ لا اله الا الله. بيرس تاو لحد ما مجدي قفشه موجود ولا هو موجود، ما ظهرش. شويه اللي بيرس تاو لعبهم صح والاهلي ظهر فيه بكل خطورته وقوته، اما نزل بلاي ميكر هو مجدي قفشه طلع بره. ولازم بجد مجدي قفشه، الحرام بجد بقى مش ان مجدي قفشه يلعب، ده ما يبقاش حرام، الحرام والله العظيم في اللي جاي ان مجدي قفشه يبقى في السكواد بتاع الاهلي او في قائمه الاهلي داخل المباراه، بجد والله العظيم. ده بقى ده اللي حرام بيه يعني. بص ده كده حرام ان هو يخش في القائمه تاني. حرام علينا احنا كجمهور يا اخي، ده بتجلطنا يا اخي. لا اله الا الله. الاهلي في حاليا هو الثالث تحت القطن الكاميروني. نتمنى كلنا بنقطه واحده، والنقطه الثانيه جات لنا احنا والله من مجدي قفشه بالذات. يعني ده مجدي قفشه ده لوحده بالذات كده جاب لنا احنا كلنا نقطه. وركله الجزاء مفيش يا جماعه لاعب في الاهلي عارف يشوط ركله جزاء عدله. ركله جزاء عدله مش عارفين نشوطها يا جدعان. اول والله العظيم اول ما علي معلول ما دخلش شوطها، انا قلت محمد عبد المنعم يخش يشوط في بالي كده. ما لقيتوش محمد عبد المنعم، عرفت انها تضيع. مفيش ولا واحد في الاهلي بيعرف يشوط ركله جزاء غير الله يمسيه بالخير بقى كابتن بدر بنون، مفتقدينه حرفيا. وعلي معلول اصلا يعني هو كان بيجيب اجوان بس انا ما كنتش بقتنع ان هو بيشوطها كويس، غير لما الفتره اللي هو كان بينط فيها ويشوط، ينط ويشوط. ده انا كنت ده كانت كويس، غير كده كان بالحب برضه يعني. ومحمد عبد المنعم انا شايفه من الناس اللي بتعرف تشوط كويس، وبجد النهارده شابوه عبد المنعم بيدافع كويس وبينطلق كويس وجاب الجول النهارده براسه حطها، بجد روعه روعه. الجون التاني، جون والله يعني هو قطع الكوره من وسط 4 ولا 5 مدافعين وعدى وشاط وهو اللي لحق وراح. بجد يعني الماتش النهارده اصلا هو من العدل ان هو يخلص كده، ده من العدل ان هو يخلص فعلا تعادل 2-2، لان حرفيا هما صن داونز اقوى فرقه في القاره حاليا. يعني الترجي تشوفه كان وحش، مش حلو، مش الترجي اللي تقول عليه يقدر ينافس، بس صن داونز بالمستوى بتاعه ده انا ارجح ان هو هيلعب نهائي البطوله دي، هيلعب نهائي البطوله مرتاح. حرفيا فرقه عندها شخصيه ومهاراتهم في الكرويه عاليه قوي قوي قوي. ولا والاهلي النهارده ما بتحسش اللعيبه عندها حميه عايز تعمل حاجه. فالماتش الجاي هنشوف، لازم نكسب الماتش الجاي عشان نبقى 4 نقط ونبدا نجيب الاله الحاسبه، ونلعب بعد كده صن داونز نحاول نكسب بقدر الامكان نتعادل. وماتش الهلال لما هيجي لك هنا لازم تكسب وتكسب القطن. يعني انت لازم في الليله الجايه دي كلها تكسب 3 ماتشات وتتعادل ماتش، يا اما تكسبه عشان يبقى عندك يا 11 نقطه يا يا 13 نقطه. غير كده شكلها كده اصلا ايه، هيبقى سنة اللي احنا هنروح بدري من دور المجموعات عشان نفوق في الدوري ونلعب مع الزمالك ند الند ونبعد عن الاجهاد شوية. النهارده يوم للأسف بعنوان لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. يلا، شكرا جزيلا لحضراتكم، ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله في ظروف أحسن من كده بإذن الله. السلام عليكم.